يا مساء الفل يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال ان شاء الله. النهارده ميعادنا مع حل موديل 8 من امتحانات المحافظات لبريب 3. تعالوا نشوف السؤال الاولاني. محافظه الغربيه. السؤال الاولاني بيقول لك complete the following statements. We restore the term average speed when the body moves at a. امتى بنستخدم اصلا الترم بتاع الافريج سبيد؟ لما البادي بتاعي موف ان ايه؟ ان irregular speed. ماشي. A person put a pen in his left pocket. في شخص حط القلم في جيبه الشمال and stood in front of a plan mirror. وقف قدام مراية. An image was formed in the which the pen appear ايه؟ لما تقف قدام المراية وحاطط القلم في جيبك الشمال يبقى يظهر فين يا معلم؟ هيظهر في المراية في الرايت سايد. ماشي. The opposite figure represent one of the stages of cell division. هي مين الستيج دي؟ دي بالنسبة لي الميتافيز. ليه بقى؟ عشان شايف كل الكروموزوم موجودة فين؟ في السيل ايكويتر. The stage space follows this stage. الستيج بقى اللي بعد الميتافيز هتبقى مين؟ هتبقى الانافيز. Answer the following. ماشي. Compare the movement of the body that is represent the opposite graph. اوصف بقى وقارن ما بين الحركة بتاعت البادي فين؟ من الجراف دي. distance وتايم. انا شايف الديستانس هنا مع كونستانت مع التايم ايه بتاعه. طب انا عشان اعرف الاسئله دي ازاي يا معلم؟ احط ارقام 1 2 3 4 5 6 7. ماشي. 1 2 3 4 5. ماشي. شايف ايه؟ عند ال5 اهو مالها التايم بتاعي ماشي اهو، بس الديستانس كونستانت. يبقى هنا في الحاله زي كده تقول لي يبقى الاوبجكت بتاعي ماله ات ريست. ماشي. هنا ايه بقى؟ احط ارقام 1 2 3 4 5 6 7. هنا 1 2 3 4 5 6 7. 1 مع 1 2 مع 2 3 مع 3 4 مع 4 يبقى ايكوال ديستانس ايكوال بيريود اوف تايم. يبقى هنا ده ماشي ب ريجولار سبيد. ماشي. طب تعالى بالنسبه للسبيد والتايم هنحط برضه نفس الكلام. وادي السبيد بتاعتي 1 2 3 4 5. شايف ان السبيد بتاعتي كونستانت والتايم بتاعي بيعدي، يبقى ده برضه ماشي بريجولار برضه ايه سبيد. يبقى احنا عندنا شكلين للريجولار سبيد. ادي مره بتاع الديستانس مع التايم ومره سبيد مع التايم. يبقى ده ريجولار سبيد وده ريجولار سبيد. قال لك the opposite figure show an object placed in front of convex mirror convex lens and plane mirror. حطيت object قدام convex lens و plane mirror we placed behind it. ماشي. وادي الميرور اتحطت ايه ورا مين؟ اللينس. when we look in the mirror لما بصينا على الميرور no image for the object was formed. what is the position of the object relative to the lens؟ يا ترى بقى الاوبجكت بالنسبه لللينس فين؟ and why no image for the object formed inside the plane mirror؟ هتقولي كون ان هو ما اتكونش اصلا ايمج، يبقى مبدئيا كده الاوبجكت بتاعي فين؟ هتقول لي at the focus. الاوبجكت بتاعي فين؟ at the focus. طب ليه بقى ما اتكونش اصلا ما اتكونش صوره؟ عشان بالنسبه لي لما ارسم الاوبجكت بتاعي هيعدي عند اللينس وهنا يعدي هنا كمان، يعدي هنا عند الفوكس ويعدي هنا عند الاوبتيكال سنتر. فلما اجي اعمل الاكستنشنز بتاعتي اصلا او حتى هنا مش هيتقابلوا. يبقى تقول لي because the refracted rays from the lens. عشان الريفراكتد ريز بتاعت اللينس دونت ايه يا معلم؟ دونت ميت، ما اتقابلتش اصلا. ماشي. السؤال اللي بعد كده يقول لك an object moved in a straight line and the distance it traveled were recorded at the several period of time. او في اوبجكت اصلا مشي بشكل خط مستقيم ومشي ديستانس وتايم. ماشي. as shown in the opposite table draw the relation graphically then calculate the object speed. ماشي يا عم. هعمل دلوقتي هرسم الجراف بتاعي. عند الاكس اكسس ده هكتب التايم، عند الواي اكسس ده هكتب مين؟ الديستانس. طب تمام جدا. حط لي الارقام. هتقول لي 5 10 15 20 25 30. ماشي. هنا 10 20 30 40 50 60 70. ماشي. عندي التايم اللي هي 5 كانت الديستانس 10 10 20 15 كان عند ال 30 20 40 25 عند ال 50 و6 عند ال 30. ماشي يا عم. وارسمهم كده كلها هتطلع ايه بشكل ايه؟ ستريت لاين. طب تمام. كون ان انا وصلت البوينت بتاعتي هنا اهو كلها وطلعت بالنسبه لي ستريت لاين، يبقى اذا اكيد ده ماشي بريجولار ايه؟ ريجولار سبيد. ماشي. انت عايز مين؟ عايز الاوبجكت سبيد. خلاص احسب الاوبجكت سبيد. اي ديستانس على تايم 10 اوفر 5 بتساوي 20 اوفر 10 بتساوي 30 اوفر 50. كلها تطلع كام؟ 2 متر بير سكند. The opposite figure shows the structure of an organism
write what the numbers 1 و 2 indicate, then explain what happened when the structure 2 fall on the suitable media. مين ده اصلا 1؟ 1 ده السبرونجيا. ماشي يا عم، سبرونجيوم. 1 ده السبرونجيوم بالظبط كده. طب بالنسبه لل2، 2 ده بقى السبورز اللي كانت جوه. ماشي يا عم، وممكن تكتب ماتيور سبور عشان هي خرجت اصلا. ماشي، ايه اللي هيحصل بقى لما السبورز تقع على سوتوم الميديا؟ هيحصل لها ايه؟ هتقول لي جروز باي ميتوتيك ديفيجن، هتكبر عن طريق مين؟ الميتوتيك ديفيجن. ماشي يا عم، ويكون عندها ايه؟ كونتين ذا سيم نمبر اوف الكروموزوم الموجودة فين؟ في البيرنت سيل. السؤال اللي بعد كده بيقول لك write the scientific term for each of the following. Any straight line passing through the center of curvature of the mirror and any point on its reflecting surface except the mirror pole. ده مين؟ هتقول لي ده secondary axis. ماشي. The theory that explains the origin of the solar system by scientists Chamberlain و Morton. هتقول لي ده مين؟ ده بالنسبة لي crossing star theory. ماشي. The number of days lived by the laboratory mice that remain infected with cancer cells قد ايه؟ 43 days. 43 يوم. Answer the following question. Two trains are moving on parallel track. في two trains ماشيين في parallel track in opposite direction في عكس بعض. If the speed of the first train is 60 km per hour and the speed of the second train is 90 km per hour, calculate the speed of the first train as it's observed by the passenger of second train. يبقى احنا كده محتاجين نحسب مين؟ نحسب الريلاتيف سبيد. ماشي، هو الريلاتيف سبيد دي بتساوي ايه؟ عندنا 3 لو. لو الريلاتيف سبيد، لو انا كان الاوبزرفر ستاتيك كان يبقى الريلاتيف سبيد بتساوي الريل سبيد. لو كان الاثنين ان ذا سيم دايركشن بنعمل ماينس الريل سبيد ماينس الاوبزرفر. لو هم ان اوبوزيت دايركشن زي ما هو اللي هنا هنعمل ايه؟ الريل سبيد بلس مين؟ السبيد اوف الاوبزرفر. ماشي، يبقى الريل سبيد بلس السبيد اوف ايه؟ السبيد اوف الاوبزرفر. ماشي، الريل سبيد بتاعتي بتساوي كام؟ هتقول لي 60 بلس 90 ايكوال كام؟ 150 كيلومتر بير اور. ماشي. An old man suffer from، في شخص كبير اهو suffer from difficult in seeing، ان في صعوبة في الرؤية. and the doctor told him that lenses of the eye become opaque. اللينس العدسة بتاعت عينيه بدأت تبقى opaque. What is the name of the eye disease and what does the doctor has to do؟ ايه بقى اسم المرض ده وايه اللي المفروض الدكتور يعمله for the old man to see clearly again. ماشي، ده بالنسبة لي طالما هو العدسة بقت opaque يبقى ده الكاتاراكت ديزيز. ماشي، والمفروض الدكتور يعملوا ايه؟ سيرجري. السيرجري ده عن طريق ايه بقى؟ يعمل اكستشينج لللينس بتاعة الشخص ده باي ترانسبيرنت البلاستيك لينس، وده عشان خاطر الشخص ده يقدر يشوف مرة تانية. Answer the following. A car was moving at a speed 6 meters per second. Its driver was surprised by a person coming out a side street, so he pressed the brake. كان شخص ماشي بعربية على سرعة 6 متر per second ومرة واحدة شخص طلع من الجنب، فالراجل السواق ده داس على البريك. And the car stopped after 12 seconds. Calculate the acceleration with which the car moved and what is the type of acceleration assuming the speed of the car changing regularly. ماشي يا عم، يبقى تعالى نشوف كده. هتقول لي اول حاجه العربيه كانت ماشيه عادي، يبقى ده فيوم بتاعتي بتساوي 6 متر بير سكند. لما الراجل داس على البريك يبقى اذا الفي 2 العربيه بتاعتي هتقف، يبقى الفي 2 بزيرو. ماشي يا عم، والتايم الكلام ده احتاج قد ايه؟ قال لك ذا كار ستوب افتر 12 سكند، يبقى ده التي بتاعتي اهي. انت عايز الاكسلريشن. طب تمام، احسب الاكسلريشن بتاعتي يلا. يبقى الاكسلريشن بتساوي في 2 ماينس في 1 اوفر التي. طب هي الفي 2 بكام؟ الفي 2 بزيرو، الفي 1 ب 6، التي بتاعتي 12، يبقى اذا نيجاتيف 6 اوفر 12 يطلع نيجاتيف هاف. وما تنساش اليونت بتاعتي متر بير سكند سكوير. ماشي، التايب بقى بتاعت الايه؟ الاكسلريشن
هتقولي دي نيجاتيف، وان انت بتقولي سبيد اوف كار تشينج يبقى نيجاتيف يونيفورم acceleration. The opposite figure show a form of reproduction in one living organism. What is the name of this reproduction process and to which type of the reproduction does it belong؟ هو ده مين ده اصلا؟ انا شايف السيل بتاعته اهو بدأ يظهر بروز في الجنب اهو، بعد كده حصل ميتوتيك ديفيجن، بعد كده اتكون عندي نيوكليس بدأت تهاجر الناحية التانية اهو، بعد كده بدأ يحصل كولوني هنا. يبقى ده مين بالنسبة لي؟ يبقى ده هتقول لي reproduction by budding. يبقى ده reproduction by البادنج، دي اول حاجه نقولها. طب الريبرودكشن ده بقى سيكشوال ولا اسيكشوال؟ لا ده يا باشا ده بالنسبه لي يمثل اسيكشوال ريبرودكشن. velocity is the total distance traveled by the body during unit time. هل الكلام ده صح؟ لا غلط. ليه؟ عشان velocity مش total distance، لا ده displacement مكان الديستانس. طب احنا ممكن نحط مين مكان الفلوسيتي؟ ممكن نحط مكانها السبيد. the diameter of the curvature of the sec lens face is less than the diameter of the curvature of sin 1. ايه رايك في الكلام ده؟ طبعا مليون في المية صح. ماشي. According to the Big Bang theory, within minute of beginning of universe, the ratio between الهيليوم and hydrogen gases was 3:1. هل الكلام ده صح؟ لا الهيليوم كان 25 والهيدروجين كان 75. فلما اجيب الريشيو يبقى 1 to 3 مش 3:1، يبقى اذا دي اوت برضه، يبقى دي wrong. Answer the following. The type of acceleration with which an object move can be determined by knowing its initial and final speed. Explain that. ليه اصلا بنعمل الكلام ده كله؟ هتقول لي بص عشان احسب الاكسلريشن بتاعتي ممكن اعرف التايب بتاع الاكسلريشن. الاكسلريشن ليه حاجتين. ايه هو الاكسلريشن بتاعتي؟ ممكن يكون لها حاجتين. الاكسلريشن بتاعتي والله يا اما ممكن تكون positive uniform acceleration او ممكن تكون negative acceleration. الكلام ده ازاي بعرفه؟ عشان احدد الاكسلريشن بتاعتي هنقول بسيطه خالص. الاكسلريشن بتاعتي بتساوي v2 minus v1 over t، وهنا برضه نفس الفكره v2 minus v1 over t. بان انت تقول الاكسلريشن بتاعتي بوزيتيف او نيجاتيف لو امتى الكلام ده يحصل؟ لو كانت الفاينل سبيد بتاعتي كانت more than الانيشال سبيد. فانا كده في الحاله زي كده يبقى ال v2 minus v1 اللي هي الفاينل سبيد اكتر من الانيشال سبيد، يبقى هتطلع الانسر بتاعتي بالبوزيتيف، يبقى دي بنقول على بوزيتيف يونيفورم سبيد. طب لو كان في الكيس الثانيه ديت والله لو كان الفاينل سبيد بتاعت حضرتك less than الانيشال سبيد، يبقى في الحاله زي كده يبقى v1 اكتر من v2، فاذا يبقى الانسر بتاعتك هتطلع بالنيجاتيف. في الحاله زي كده بنقول عليها نيجاتيف acceleration. The opposite figure represent one of the vision defect. What is the name of this defect and how does the defected eye see the near and far object؟ الشكل ده ايه؟ انا شايف ان الريز بتاعتي اتكونت بعد الريتنا، يبقى اذا ده بالنسبه لي long sightedness. ماشي حلو. وطالما ده long sightedness بنعمل حاجه غريبه شويه. ايه هي؟ ان الفار اوبجكت اللي بيحصل في الفار اوبجكت دي انا بشوفها كلير طالما انا بالنسبه لي عندي لونج، اما بالنسبه لي النير اوبجكت بالنسبه لي بتكون الدنيا صعبه شويه فبشوفها ديستوردد. بتشوفها ايه يا معلم؟ بتشوفها غريبه شويه او بنشوفها مشوهه. ماشي. Answer the following. Copy the opposite figure into your answer sheet and complete the missing ray to obtain the formed image for the object who mentions the characteristic of this image. عشان الاوبجكت بتاعي فين؟ ما بين الفوكس وما بين السي، يبقى اذا لما يكون الاوبجكت بتاعي ما بين الفوكس والسي يعني بمعنى صح ليز زي الدبل فوكال لينز، يبقى اذا الايمج بتاعتي هتكون بعد السي. وطالما الايمج بتاعتي بالسي اكون ليها 3 بروبرتيز. اول حاجه ان هي بتكون ريل، وتاني حاجه بتكون انفيرتد، واكيد طالما بعد السي يبقى اكيد ماجنيفايد. ماشي. طب انا مش عارف، هنبدا نجيب الرولر بتاعتي وتروح جاي مطلع لاين. هو في لاين اولاني من الاوبجكت واللاين تاني بعديه عند الفوكس كده، ده التو لاين. بعد كده ابدا عمليه الريفلكتنج بتاعتي اهو، وابدا اعدي ده عند الفوكس ونبدا نشوف هم يتجمعوا فين. لو اتجمعوا هنا اهو، فتعالى نشوف ادي كده الايمج بتاعتك اتكونت. يبقى ده شكل الايمج بتاعتي اللي هتتكون. طب تمام جدا جدا جدا. يبقى البروبرتيز بتاعتي ريل وانفيرتد وايه وماجنيفايد. The chromosome represents the genetic material in the body
of living organism. In light of this بيقول لك الجملة دي بقى، في خلال الجملة دي explain the general and chemical structure of chromosome. الجنرال بقى composition بتاع الكروموزوم ايه؟ هتقول لي الجنرال ان انا بيكون عندي كل كروموزوم يبقى اتش كروموزوم consists of ايه بقى؟ اي كروموزوم بيكون من ايه؟ هتقول لي two threads, two connected threads. بيكون من ايه؟ من two connected threads. ايوه. اتش ثريد بقى، كل ثريد من دولت بنقول عليه بقى ايه؟ بنقول عليه كروماتيد. ماشي. وبعد كده بقى التو كروماتيد دول بقى بيتمسكوا مع بعض، بيكونكتوا تو بوينت، او يبقى تو كروماتيد connected at a point بنقول عليها سنترومير. ماشي. يبقى ده الجنرال. تعال نشوف الكيميكال ستراكشر. الكيميكال ستراكشر اول حاجه ان كل كروموزوم بيكون من نيوكليك اسيد لو نقول عليه الدي ان ايه، وتاني حاجه بيكون البروتين. Romans use a huge optical piece to burn the slides of the enemy ships using the sun rays. Which one of the following optical piece is suitable for doing that؟ هل هيكون الكونفكس ميرور؟ لا، امال الكونكيف ميرور عشان هي جمعت الريز وحطيتها في بوينت معينه، وبعد كده ادتني هيوج انرجي ولعت في السفن. The burning mass that remained in the center of the nebula formed ايه؟ الجزء اللي كان بقى من النبلة ده هيكون مكون مين؟ الصن. Sometimes a star glow in the sky for a short time to become the brightest star in the sky and the reason for the maybe due to ايه؟ قال لك في بعض الأحيان أو بعض الوقت بيحصل احنا بيكون في ستار بيبدأ ينور جامد جدا جدا في السماء لوقت قليل، وده بيكون هو ألمع واحد موجود في السماء. تفتكر السبب ده بسبب ايه؟ sudden explosions for star due to the huge nuclear reaction that occur of it. طبعا صح، هي دي الانسر بتاعتي letter A. Answer the following. The opposite figures show the path taken by car from point A to point F passing through B, C, D and E. Which of the greater distance traveled by car or its displacement and explain. يا ترى مين اكتر، الديستانس ولا الديسبيسمنت؟ تعالى نحسب الديستانس اصلا وتعالى نحسب الديسبيسمنت اصلا عشان نقول له بعد كده مين اكتر اصلا. ماشي. هو الديستانس دي بتساوي ايه؟ هتساوي الديستانس ما بين ال A لل B بلس ال B لل C بلس ال C لل D، بعد كده من D ل H، وبعد كده من قصدي من D ل E، بعد كده من E ل A ل F. مش يعني بمعنى صح كده 2 بلس 5 بلس 1 بلس 3 بلس 1. لما نيجي نعمل لهم سمشن التوتال كلهم على بعض يطلع 12 ايه كيلومتر. ماشي. طب بالنسبه للديسبيسمنت، لا ده دي بالنسبه لي مين؟ الديسبيسمنت بتساوي الستريت لاين ما بين الستارتنج بوينت وما بين مين؟ الاند بوينت. طب جميل. بص انا شايف ان ده 5 متر وده 1 كيلومتر، يبقى اذا ده 1 كيلومتر، يبقى اذا ده برده بالنسبه لي ايه؟ 1 كيلومتر. طب بالنسبه لي دي 5 كيلومتر، دي 6 كيلومتر، يبقى دي كام؟ 2 كيلومتر، يبقى اذا دي 1 كيلومتر، يبقى اذا دي كام؟ يبقى دي بالنسبه لي 2 كيلومتر. يبقى الديسبيسمنت بتاعتي 2 كيلومتر في اتجاه مين؟ من A للمين؟ من A لل E او من A لل F. هتقول لي in east direction. يبقى احنا بنحب نجيب الديسبيسمنت نشوف الستارتنج بوينت ومين والاند بوينت. ماشي. ونجيب ايه؟ الشورتست ستريت لاين ما بين مين؟ الاثنين. If the angle between the reflected light ray and the reflecting surface is 40, calculate the angle of the incident and explaining your answer with drawing. ماشي. ادي عندي incident light ray وانا عندي reflected light ray. ماشي. وادي النورمال اهو. انت بتقول لي الانجل between the reflected light ray and reflecting surface اهي دي بتساوي كام؟ بتساوي 40 degree. يبقى اذا دي بتساوي كام؟ هتقول لي بما ان النورمال بيبقى 90 يبقى اكيد دي كام؟ 50 degree. يبقى دي الانجل of a reflection. و according to
الفيرست لو اوف اللايت ريفليكشن، بما ان انا مطلع ان دي 50 يبقى اكيد الانجل اوف الانستنس بتساوي ايه 50، يبقى تقول لي يبقى الانجل اوف الانستنس ايكوال الانجل اوف الريفليكشن، وده كله على بعضه بيساوي كام يا معلم؟ بيساوي 50 ديجري. Answer the following. Compare between the scalar physical quantity and vector quantity in term of definition. ايه السكيلر physical quantity؟ هتقول لي والله هي physical quantity has magnitude only، والماجنتيود only اللي هو بيكون عبارة عن حاجتين، numerical value والmeasuring unit. ماشي. اما بالنسبة للفيكتور فيكون عبارة عن magnitude only ولا magnitude plus direction. ده الفيكتور، ده الفرق ما بين الاثنين بالظبط كده. قال لك in the opposite figure if all arms of 50 individuals of starfish were cut off. ماشي. عجبنا 50 واحد من الستارفيش و35 of them من ال 50 individual دول of them their cut arms containing a part of central disc. ماشي. while the rest of the individual their cut arms not containing a part of central disc. What is the total number of resulting complete organism with the explanation. yes. لو انا دلوقتي قلت لك ان انا عندي 50 ستارفيش، في منهم 35 ستارفيش واكيد في كام 15 ستارفيش. ماشي. ال 35 ستارفيش دولت ماشي اهوت. اللي حصل انا قطعت الارم بتاعتهم وكان الارم بتاعهم فيه سنترال ديسك، يبقى انت كده لما تقطع ال 35 قطعت ال 35 ستارفيش. هو كل ستارفيش فيه كام ارم؟ 5 ارم. طب وبما ان انت عندك ارم بلس السنترال ديسك، ايه اللي هيحصل؟ هيبقى كده عنده ابيليتي ان هو يحصل له ريجنريشن، يحصل له بروس بريجنريشن. يبقى كل ارم من دولت هيطلع لي ستار فيش واحده. حلو. يبقى انا دلوقتي هتقول ايه؟ يبقى 35 طيب من ال 5 ارم بتاعته يبقى تطلع 75 ايه؟ ستار فيش. ماشي. يبقى 175 ايه ستار فيش. لما اقول ل 35 تايم 5 يبقى يطلع 175 ايه ستار فيش. طب تمام. طب وبالنسبه بقى لل 15 ستار فيش، انت قلت لي بقى الريست اوف الاندفيجوال their cut are not containing parts of a central disk. طب بما ان انت عندك جزء اصلا ما كانش فيه السنترال ديسك، يبقى اذا ال 15 ستار فيش هيفضل ايه؟ هيكبروا برضو تانيين زي برضو ايه؟ ستار فيش برضو. ماشي. بس عشان هما الجزء ده الارمز خلاص فقدتها، بس انا عندي السنترال ديسك، فبالتالي هيعمل ايه؟ ريجنريشن عشان يعمل كومبنسيت للارم اللي ايه؟ اللي عمل لها ميسنج. يبقى الميسنج ارم انا بقى هعملهم تاني. ماشي. فاذا يطلع لي كام 15 ستار فيش. يبقى اذا التوتال بقى انديفيدوال كام بقى؟ هتقول لي بقى 175 بلس 15 يبقى يطلع التوتال كام 109 ايه ستار فيش.